ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض البسبوسه بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله تعجبكم. البسبوسه دي اللي هي الاكياس الجاهزه، مش بسبوسه السميد. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقه والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا النهاردة في مطبخ مروة الشربيني. وطبعا زي ما احنا متعودين مع بعض دايما بنعمل مع بعض كل حاجة ببساطة وبسهولة وبأبسط طريقة وأسهل طريقة. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض البسبوسة الجاهزة دي اللي هي في الأكياس، اللي في ناس كتيرة بتشتكي منها ان هي بتبوظ منهم وبتبقى مفرولة معاهم ومش القطعة كده سليمة، ماسكه نفسها كده. ان شاء الله النهارده هنعملها بطريقه جميله جدا وهتطلع معاكي ناجحه من اول مره. واحنا بنمشي مع بعض يا حبايبي الحاجه خطوه بخطوه عشان الحاجه تطلع معايا مظبوطه من اول مره. طبعا انا عملت معاكم قبل كده البسبوسه بدقيق السميد وكانت جميله جدا وكانت طريقتها سهله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه الجاهزه دي بطريقه سهله وان شاء الله مش هتبوظ منكم ابدا تاني. يلا بينا مع بعض نسمي الله ونقول المقادير. معايا هنا يا حبايبي كيس بسبوسه من الجاهزه دي زي ما انتم شايفين، اسمه مس كريمه او اي نوع انت تفضليه. ومعايا هنا علبتين زبادي. لازم يا حبايبي الزبادي يكون بدرجة حرارة الغرفة. وهنا معايا 3 معالق كبار من السمنة البلدي، دي سمنة بقري عشان كده لونها اصفر. لازم برضو السمنة ما تكونش مسيحة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا هنا يا حبايبي فول سوداني للتزيين. ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنعمل ايه يا حبايبي؟ اول خطوة هنعملها، معايا بولة هنا كده او اي صينية موجودة عندك. هحط فيها يا حبايبي اول حاجة نركن دول على جنب دلوقتي. هحط اول حاجة الثلاث معالق كبار من السمنة البلدي. طبعا السمنة البلدي بتديها طعم جميل جدا يا حبايبي، والبسبوسه ما تنفعش من غير السمنه البلدي. وكل واحد برضو على حسب مقدرته، يعني في ناس ما عندهاش سمنه بلدي فتعملها بسمنه عاديه او زبده، كل واحد على حسب رغبته على حسب راحته ومقدرته يعني. اول خطوه يا حبايبي حطينا السمنه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنحط علبتين الزبادي. نمشي مع بعض يا حبايبي الحاجه خطوه بخطوه ونركز شويه. برضو هنزل علبتين الزبادي. طبعا الزبادي لازم يكون مش طالع من التلاجة، يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة. نحط العلبة التانية. طريقتها سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده، بس احنا نمشي ايه الحاجة خطوة بخطوة عشان الحاجة تطلع معايا مظبوطة. هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنقلب كده السمنة مع الزبادي لحد ما تديني القوام الكريمي. طبعا الخطوة دي يا حبايبي سر من اسرار نجاح البسبوسة معاكي، وان البسبوسة تطلع معاكي مش مفرولة كده، والقطعة تطلع سليمة. هنقلب مع بعض الزبادي مع السمنة بتاعتنا، نقلبها تقليب كويس كده لحد ما تديني القوام الكريمي اللي انا عاوزاه. لازم يا حبايبي نفضل نقلب فيها كده لحد ما يبقاش فيه ترميله في السمنه اللي معايا، تبقى القوام بتاعها كريمي كده زي ما احنا شايفين. هعمل ايه دلوقتي؟ الخطوه اللي بعد كده هفتح كيس البسبوسه واحطه عليها، واحط عليه معلقه البيكنج باودر، معلقه صغيره، نحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي. طريقتها سهله جدا وبسيطه. وهنحط المعلقه الصغيره من البيكنج باودر وهقلب كويس. نعملها كده ايه، مش هنعجن فيها زي ما بنعمل الكيك الاسبونجي كده، بالراحه كده. طريقتها سهله وبسيطه يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين. نقلبها كده من تحت لفوق كده ونحاول نخليها تتغلف من الخليط اللي معايا اللي هو الزبادي والسمنه كده يا حبايبي. طبعا الطريقه دي ناجحه جدا في البسبوسه الجاهزه دي يا حبايبي، وتطلع معايا القطعه سليمه وجميله جدا. نقلبها كده نخليها تتغلف كويس من الخليط اللي احنا عملناه اللي هو السمنه والزبادي. مش هنحط لها حاجه يا حبايبي، ولا لبن ولا ميه ولا اي حاجه. نحاول برضو نقلبها كويس عشان تختلط بالزبادي والسمنه اللي معاه بالشكل كده اللي انتوا شايفين. طبعا البسبوسه دي طريقتها مختلفه عن دقيق السميد.
طبعا دي السميد ما بنحطلوش الحاجات دي، احنا بنحطها دوا ما بنحطلوش يعني لا سكر ولا جوز هند. اللي هي البسبوسه الاكياس دي ما بنحطلهاش جوز هند ولا هي محطوط لها كل حاجه، لكن دي السميد بتختلف الطريقه بتاعته عن الطريقه دي خالص. تمام كده يا حبايبي، يا رب يكون الخطوات يعني فاهمينها ونمشي على الخطوات مع بعض كده عشان تطلع البسبوسه معايا ناجحه من اول مره. طريقتها سهله وبسيطه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا يا حبايبي انا قلبتها كده لحد ما اختلطت كويس بالسمنه والزبادي اللي احنا عملناه. هجيب معايا صينيه كده، صينيه وسط دهناها بالسمنه كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، وافضي فيها الخليط بتاع البسبوسه اللي معايا بالشكل كده اللي انتم شايفينه. طبعا يا حبايبي احنا مش هنحط لها فانيليا في العجينه عشان يعني الفانيليا ما تعملش على ريحه السمنه، تبقى ريحه السمنه البلدي كده باينه في البسبوسه وجميله. وهنسويها كده يا حبايبي في الصينيه، هسويها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا سويتها بالشكل ده، وفي خطوه مهمه ان احنا ندب الصينيه كده عشان تتسوى معايا في الصينيه. وهنحط يا حبايبي الفول السوداني بتاعنا للتزيين، او انت عندك اي حاجه حابه تزيني بيها، فستق، بندق، اللوز، اي حاجه. وهنحط يا حبايبي الفوله كده وما نضغطش عليها قوي، يعني حاجه بسيطه كده. وهندخلها يا حبايبي الفرن على درجه حراره 180. طبعا انا قلت اي حاجات حلويات هنحطها في الفرن نكون مشغلين الفرن من قبلها عشان يحقق درجه الحراره اللي احنا عاوزينها. هنزينها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وما اضغطش على الفول قوي يعني عشان ايه لما هتنتفخ معايا في الفرن البسبوسه طبعا هتعلى شويه فالفول يبقى باين. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده طريقتها سهله وبسيطه، ومكوناتها يعني مش كتيره، مش مكلفه كتير. هو كيس البسبوسه ب6 جنيه، وعلبتين الزبادي يعني في حدود 10 جنيه. وهنعمل احسن صينيه بسبوسه وهتبقى ناجحه معايا ان شاء الله من اول مره، ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. لو انت مثلا حابه تحطي لها كريز بعد ما تطلع هتحطيها للتزيين برضو، كل واحد على حسب رغبته بالشكل كده اللي انتوا شايفينه. طبعا يا حبايبي انا زينتها بالفول كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا ده طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخلها الفرن وهنرجع مع بعض تاني عشان نشوف طريقه عمل الشربات. طبعا يا حبايبي بقى معانا شربات البسبوسه بيبقى خفيف، يعني الشربات بتاع البسبوسه ما يبقاش تقيل. هنعمل ايه؟ المقادير بتاع كيس البسبوسه معايا هنا يا حبايبي 1.5 كوباية من السكر، اللي هو المج ده اللي انتوا شايفينه. هنحط 1.5 كوباية من السكر، وهحط على 1.5 كوباية يا حبايبي 2 كوباية من الميه، يعني 1.5 كوباية سكر عليهم 2 كوباية ميه. تمام، ده الشربات المظبوط بتاع البسبوسه. واحطه على النار. ومعايا هنا كيس فانيليا، اول ما الاقي الشربات بدأ يغلي هحط عليه كيس الفانيليا وعصرة ليمونة. طبعا الشربات بيبقى خفيف، يغلي غلوتين واروح فاصله على النار. وهندوب يا حبايبي السكر مع المية قبل ما نحطه على النار. طبعا البسبوسة تكون سخنة والشربات يكون دافي او بارد يعني. طبعا اول ما يغلي الشربات ونفصل عن النار هحط عليه معلقة من السمنة البلدي عشان يبقى طعمه في البسبوسة جميل كده وريحته جميلة. هنعمل الشربات وتستوي البسبوسة وهنرجع مع بعض. ورجعت تاني يا حبايبي بعد ما البسبوسة بتاعتنا استوت. طبعا انا حطيتها على الشبكة على درجة حرارة 180، وكنت مشغلة الفرن قبل ما ابدأ. طبعا وعندنا الشربات اول ما بدأ يغلي حطيت له كيس فانيليا وعصرة ليمونة، وبعد كده حطيت عليه معلقة سمنة بلدي بعد ما فصلت عليه النار. دلوقتي هنحط الشربات على البسبوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا طريقتها سهلة وبسيطة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بعد ما احط لها الشربات يا حبايبي ادخلها الفرن واغطيها بحاجة عشان تاخد درجة حرارة الفرن، وهنشوفها بعد كده لما نقطعها مع بعض ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما البسبوسة بتاعتنا بردت وشكلها جميل كده زي ما انتوا شايفين، ومتماسكة ومش مفرولة معايا ولا اي حاجة، وجميلة جدا وطعمها جميل.
طبعا يا حبايبي انا حطيتها في الفرن بعد ما فصلت عليه، يعني كنت طفيت الفرن ودخلتها وغطيتها بعد ما حطينا الشربات زي ما شفنا مع بعض. طريقتها سهلة وبسيطة، واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.